السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ معاكم كيمو وقناه دكتور كيمو. لكم فيديو جديد. مقطع النهارده هنعمل مقارنه من شوكولاته جالاكسي اللي موجوده في مصر بجالاكسي هازل نات اللي بالبندق وجالاكسي فلوتس. قولوا لي في الكومنتات تحت انتوا بتحبوا ايه اكتر حاجه منهم. خلونا نفتحهم كده وندوق واقول لكم رايي في الاثنين. انا اول مره على فكره، انا ما يعرفش، انا ممنوع. دي جالاكسي فلوتس دلوقتي عامله حوالي 5 او 6 جنيه. عباره عن كريمه قوي من بره والويفر من جوه تحفه بمعنى الكلمه الصراحه يعني. ده اديها 5 من 5، ممكن اكلها مره في الاسبوع او مرتين. اذا انتوا جبتوها، هل تدوها تقييم قد ايه من حيث السعر ومن حيث الطعم ومن حيث كل حاجه؟ النوع التاني اللي معانا اللي هو جالاكسي هازل نات، جالاكسي محشيه بالبندق. هقول لكم على تركايه حلوه قوي. لو اشتريتوها سيبوها كده 5 دقايق او 10 دقايق بره تسيح، وكلوها وهي سايحه بتبقى طعمها روعه روعه روعه. واو، بتدوب في البق، طريه جدا وخفيفه. طب اختار مين فيهم؟ لو هاكل منهم واحده، لا هختار الفلوتس. الفلوتس تكسب الصراحه. فاكتبوا لي تحت في الكومنتات انتوا بتحبوا ايه اكتر منهم، اكتر واحده فيهم يعني، الجالاكسي هازل نات ولا الفلوتس. كان معاكم كيمو، لايك وسبسكرايب وصلي على النبي واكتبوا رايك في الكومنتات تحت، ومع السلامه.